بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشاد. البسكوت جميل جدا، كلنا بنعشق البسكوت ده في الأيام العيد. مقاديره سهلة جدا. معايا كوبايتين من الحليب، يعني حوالي لتر من الحليب. معايا نص اللتر حوالي برتقان بلدي معصور، وعليهم نكمل بقية الكوباية أو من بقية النص لتر من البيض. معايا حوالي 5 بيضات، هضربهم كده في الخلاط ضربا مبرحا زي ما انتوا هتشوفوا كده. اضربهم كده في الخلاط او في الكبة لحد ما انتوا شايفينها كده. ضربتها في الخلاط كويس واداني حوالي نص لتر من المواد السائلة. يبقى كده معايا 3 كوبايات او لتر ونص من المواد السائلة. رابع حاجة او تالت حاجة من المواد السائلة الزيت. معايا زيت ابيض من اللي احنا بنستعمله كده في المطبخ، بيكون زيت كويس ملوش ريحة. عليهم يعني حوالي معلقتين كبار من السمنة، يعني هكمل بقية المقدار بتاع الكوباية من السمنة. معايا حوالي 4 معالق كبار من السمسم، كبار كده مليانين من السمسم. عليهم 5 معالق كبار من جوز الهند. احنا بنحط كده بالويم، يعني بالتقدير هكتب لكم كل ده في صندوق الوصف المقادير بتاعتي بالظبط. معايا كيلو من كيلو وربع من السكر، عفوا كيلو وربع من السكر الناعم. اهم حاجه يكون ناعم عشان يبوش معاكي او يدوب معاكي كويس. كده كويس نقلب كده المقادير دي كلها كده مع بعضها لحد ما تدوب معايا. معايا المنخل بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا كنا قاعدين كلنا، انا واخت زوجي وحماتي، وكلنا قاعدين ملمومين كده مع بعض زي ما انتوا كنتوا شايفين كده في فيديو الكحك. كان ما شاء الله الفيديو كان تحفه جدا، وحاجه كده في منتهى الجمال ان انت تعملي الحاجه في بيتك وملمومين مع بعض العيله كلها. حطيت حوالي 4 اكياس او 4 كيلو من الدقيق، يعني على حسب الخميره بتاعتك او على حسب الكميه السوائل بتاعتك. حطيت كيس من البيكنج باودر، وحطيت دي خميره من خميره البسكوت. خميرة البسكوت دي ممكن تلاقيها عند العطارين او المخابز اللي هي الافران، هتلاقي خميرة البسكوت موجودة متوفرة عندهم كلها. هتجيبيها. اهم حاجة ان انتوا تحطيها كده تنخليها الاول وتبقى كويسة معاكي. هنكمل بقية الدقيق كده عليها، وانتي بتنخليها كده خلي بالك لان ريحتها نفاذة جدا، والريحة بتاعتها بتبقى فايحة في كل مكان. ممكن تخليكي ان انت تعطسي كتير، فانت خلي بالك ان انت تبقي ايه محرصة منها شوية. نسيت اقول لكم ان انا حطيت رشه من الفانيليا على البيض والبرتقال وانا بضربه في الخلاط. زي ما انتوا شايفين حطيت كميه الدقيق حوالي 3 كيلو من الدقيق، وهنكمل بقى. لقيت العجينه محتاجه دقيق تاني، فهنكمل بقيه الدقيق بتاعي عليها كده. زي ما انتوا شايفين كده العجينه ما شاء الله. نحطها كده في ماكينه البسكوت. ما شاء الله البسكوتة جميلة جدا، وشكلها وريحتها وطعمها كان في منتهى الجمال. مدياني هشاشة جميلة جدا، ريحتها مميزة جدا، تحفة جدا جدا. مقاديرها مظبوطة بالجرام. زي ما انتم شايفين كده بجد، يعني كنا قاعدين ملمومين لمة الحبايب كلها مع بعضها، اخت زوجي وحماتي وولادي وكلنا مع بعض. وما شاء الله كانت قاعدة جميلة جدا. وشايفين البسكوت شكله يفتح النفس في منتهى الجمال. كده تمام. بقى هنحط بقى البسكوت كده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان انت تحطيه يبقى مظبوط. لو انت شايفة ان البسكوتة بتاعتك كبيرة او صغيرة، تتحكمي بقى طبعا في القصة بتاعتك. والصاج بتاعك اللي انت هتسوي فيه يكون ممسوح مسحة بسيطة، مسحة دهنية، يعني زيت من اللي احنا بنستعمله في المطبخ. مسحة بسيطة كده، وبعد كده نبقى نرص عليها البسكوت. نيجي بقى في مرحلة التسوية. المرحلة دي بقى كنا بنتحدى بعض. كان زوجي قاعد معانا طبعا، جه قال انا هسوي معاكم شوية. فقعدنا بقى لقينا ما شاء الله عليه. طبعا الرجالة بيبقى لها شوية حاجات كده بيحبوا ان هم يعملوا يسووا كده في البسكوت او يعملوا حاجات معانا كده في المطبخ. قال انا هقعد معاكم اسوي معاكم البسكوت. فما شاء الله كان طالع من تحت ايده زي الفل. والفرن اللي جنب ده كانت اخت زوجي التانية كانت قاعدة طبعا وهي بتتحداه وتقول انا هطلع البسكوت احسن منك. فطبعا يعني ما شاء الله عليهم هما الاتنين كانوا شطار جدا في التسوية.
وكان جميل جدا. شايفين البسكوت لونه وريحته كانت قلب الدنيا بجد والله، في منتهى الجمال. شايفين التسوية تحفة جدا. يلا بقى لايك وشير واشتراك عشان يوصلكم كل جديد بقى من حاجات العيد، نواعم العيد الجميلة. شايفين البسكوت مرصوص رصة، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. كان صاج البسكوت يقعد حوالي من 15 ما يكملش 20 دقيقة في الفرن، يعني حوالي مش ما يجيبش 15 دقيقة في الفرن خالص، يعني حوالي 10 دقايق بالظبط يكون الفرن الصاج طلع على طول. ما شاء الله. اهم حاجة الفرن تكون مظبطة الفرن للتسوية بتاعته، ما يكونش الفرن عالي قوي علشان ما ياخدش لون بسرعة ويبقى ني من جوه. اهم حاجة تبقى يعني درجة الحرارة ما تكونش عالية، مظبوطة في وسط كده. الوش بتاعها والقعر بتاعه كان ما شاء الله جميل جدا، ولون البسكوت كان تحفة. شايفين الجمال بقى، شايفين التكات والحركات، حاجة كده في منتهى الجمال والله. طلع بقى البسكوت ده بقى شكله ولونه كان تحفة جدا، وريحته كانت جميلة جدا جدا. اهم حاجة وانت بتحفظي بقى البسكوت ده، تحفظيه في علبة، او وتكون العلبة دي فيها قلبها كيس نايلون، يعني يكون كيس نضيف كده، استعمال اللي هو المطبخ، يكون حلو كده ونضيف. وتحطيه بقى فيها وتربطي عليه كويس، لانه لو دخلوا هوا هيطرى معاكي ومش هيبقى كويس. يعني عايزة تحتفظي فيه يكون علبة تكون محكمة الغلق، وفي قلبها كيس يكون برضو يكون نظيف كده ومحكم، برضو تقفليه كويس وتطلعي، يعني كل ما تعوزي تطلعي وبعد كده تقفلي تاني. اليوم بقى اللي انت تكوني مسوية فيه البسكوت، ما تكونيش مغطية الكيس او العلبة اللي انت هتحطي فيها، سيبيه مكشوف لتاني يوم. يعني لو انت بتعملي بالليل، سيبيه لتاني يوم الصبح مكشوف كده، في مكان يكون طبعا محتفظ ونضيف. وبعدين تاني يوم تروحي قافله عليه. انا سبته مكشوف زي ما انتوا شايفينه كده، وتاني يوم رحت مغطيه الكيس والعلبه عليه، وكان ودانه زي الفل، ويفضل معاكي فتره اطول وجميل. يا رب اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. مع